اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت فاكر ان جوجل والشات جي بي تي هم رقم واحد في عالم الذكاء الاصطناعي، فحابب اقول لك فكر تاني، لان الصين فاجأت العالم بتكنولوجيا جديده اسمها ديب سيك، والناس مش بتتكلم عن حاجه غيرها. هل فعلا هيقدروا يقلبوا الموازين؟ خلينا نكتشف مع بعض ايه الحكايه. الصين دخلت المنافسه بقوه في عالم الذكاء الاصطناعي وعملت حاجه اسمها ديب سيك، والناس بدأت تتكلم عنها كتير جدا، وبيقولوا انه ممكن يكون بديل قوي لجوجل والشات جي بي تي. يعني بدل ما تقعد تدور على جوجل وتفتح 100 موقع علشان توصل لمعلومة، او تروح تسأل شات جي بي تي وتقول له عايز معلومة معينة ويديلك معلومات قديمة، الديب سيك بيحاول يجمع بين الاتنين وبيديلك المعلومة بسرعة وبيانات كمان أدق. بس قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني يا صديقي، خليني اقول لك انا مين. انا عبد الله نصر، وبقدم محتوى تكنولوجي في كل جديد في عالم التقنيه والذكاء الاصطناعي. فما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ايه هو الديب سيك؟ عايزين مشاهد، ديب سيك ده مش مجرد نسخه تانية من جوجل او الشات جي بي تي. ده عباره عن كده حاجه ليها طريقتها الخاصه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. يعني هو محرك بحث بالذكاء الاصطناعي، يعني مش هتلف كتير زي جوجل تروح تديلك مثلا مليون موقع عشان تقدر تحصل على المعلومه، ولا الشات جي بي تي يديلك معلومات قديمه. الديب سيك بيجي بقى على طول بيجيب لك الحاجات اللي هي ابديت وبيقول لك اتفضل دي اخر ابديت من الحاجه اللي انت عايزها. طب يعني ايه الكلام ده؟ عشان انا الموضوع حاسس ان هو معقد بالنسبه لي. يعني لو سالنا الشات جي بي تي عن حاجه حصلت من يومين، ممكن يقول لك لا انا مش عندي الداتا اللي هي بتتكلم عن الموضوع ده. اما الديب سيك بقى بيروح بنفسه بيدور في المواقع وبيجيب لك اخر الاخبار والتقارير الحديثه. كمان مش مجرد بحث تقليدي، ده بيفهم انت بتسال عن ايه وبيحاول يجيب لك الاجابه المناسبه وكمان بسرعه. مش بيعتمد على الحاجات القديمه زي الشات جي بي تي، وده بيخليه قوي جدا في المواضيع اللي بتتغير بسرعه زي الاخبار والتكنولوجيا والحاجات اللي هي بتطلع ترند اول باول. يعني لو انت شخص بتدور على معلومه سريعه وعايز اجابه مباشره، هتروح على طول على الديب سيك، هيكون هو الحل الامثل ومناسب بالنسبه لك. حد هيسألني سؤال دلوقتي ويقول لي مين اللي عمل الديب سيك؟ الديب سيك معمول عن طريق شركة، بس شركة مش عادية، شركة مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والشركة دي صينية واسمها ديب سيك اي اي، ودي متخصصة زي ما قلنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهدفها انها تنافس شركة جوجل والشات جي بي تي. هتنافسها ازاي؟ بأداة بحث ذكية بتدور في الانترنت لحظة بلحظة وبتجيب لك المعلومات ابديتد بنسبة 100%. الصين بقى لها فترة اصلا بتحاول تعمل بدائل قوية للتكنولوجيا الغربية، والديب سيك واحد من افضل المشاريع اللي بتثبت انهم فعلا ماشيين في الاتجاه ده وكمان بقوة. مش بس كده، الديب سيك كمان بيستخدم تقنيات متطورة في الفهم الطبيعي للغة. يعني مش بس بيدور على الكلمات اللي انت بتكتبها، لا ده بيحاول يفهم انت عايز توصل لايه بالظبط. يعني احنا بنتكلم في محرك بحث مش تقليدي، ده محرك بحث بيفكر وبيدور وبيفهمك بشكل اذكى من شركة جوجل نفسها. طيب ازاي بتستخدم ديب سيك؟ اول حاجة والميزة اللي هي مهمة جدا ان هو مجاني 100%، عكس شات جي بي تي. شات جي بي تي لما نزل منه 3 اصدارات، النسخة اللي هي العادية ودي بتسجل فيها عادي جدا، وللاسف بتكون ليك ليميت يومي تقدر تسال فيه الشات جي بي تي ويقول لك اسالني بكره عشان نقدر نكمل الاسئله بتاعتك. النسخه رقم 2 في الشات جي بي تي اللي هي ب $20، وبرده بعد ليميت معين بيكون ليك عدد اسئله، بس طبعا بعد عدد كبير جدا بصراحه. يعني ان انا مجرب النسخه دي بنفسي، وبعد اسئله كتيره جدا بيقول لي لا خلاص ممكن تسال في وقت تاني. النسخه اللي هي الثالثه اللي هي البرو اللي هي ب $100، ودي طبعا unlimited بالنسبه للاسئله، تقدر تسال ويعمل تحليل كامل لاي حاجه انت عايزها. الميزه بقى ان هنا الديب سيك مجاني 100% عكس الشات جي بي تي. كل اللي عليك عشان تقدر تستخدمه هتدخل على الموقع اللي هو www.deepseek.com، هتسجل بالجيميل بتاعك عادي جدا زي اي موقع تاني، وده هيخليك تقدر تستخدم كل المميزات بسهوله من غير ما تدفع ولا مليم. ابدأ بقى اسأل سؤال في خانة البحث زي ما بتعمل في جوجل والشات جي بي تي، بس الفرق هنا الإجابات هتجيلك جاهزة على طول من غير ما تلف كتير بين المواقع زي جوجل مثلا. دلوقتي بقى هتلاقي قدامك خيارين مهمين جدا في البحث، ولازم تفهم الفرق بينهم علشان تقدر تستخدمهم صح. أول اختيار اللي هو الديب سينك، ده الوضع الذكي اللي هو للتحليل العميق. يعني مثلا لو عندك سؤال صعب زي مسائل رياضية معقدة أو موضوع مثلا علمي محتاج تحليل دقيق، فلازم تفعل الاختيار ده. هنا الديب سيك بياخد وقت اطول شويه علشان يقدر يفكر كويس قبل ما يرد عليك، بس بيضمن لك ان الاجابه دي بتكون صحيحه وواضحه 100%. مثالي جدا لو انت بتدور على معلومات علميه او محتاج مثلا مساعده في البرمجه،
او بتحل مشكله تقنيه معقده. الاجمل من ده كله ان كل ده ببلاش عكس الشات جي بي تي. طيب السيرش بقى اللي هو البحث السريع، ده البحث العادي لو انت عايز اجابه سريعه لاي سؤال. الديب سيك هيبحث في الانترنت ويجيب لك اخر معلومات عن الموضوع اللي انت كلمت عنه. لو مش محتاج تحليل معقد او حاجه فيها ديب سينك، استخدم الاختيار ده اللي هو السيرش عشان تاخد اجابه على طول. مفيد جدا لو انت بتدور على حاجه زي اخبار مثلا جديده او اسعار منتجات او اي معلومه عامه عموما يعني. طب ما تيجي نشوف الكلام ده عملي. يعني دلوقتي بدل ما احنا نقعد نتكلم نظري، تعال نجرب بنفسنا ونشوف مين الافضل. هنسال نفس السؤال لشات جي بي تي والديب سيك ونشوف مين هيجاوبنا بشكل ادق واسرع، خصوصا مع الاسئله اللي هي محتاجه تفكير وبتكون صعبه. وهنشوف الاسئله دي هجاوب عليها الشات جي بي تي ازاي والديب سيك هيجاوب ازاي. طيب اول حاجه دلوقتي قبل ما نبدا ونسال الاسئله اللي احنا محضرينها، عايز اقول لك على معلومه ان الديب سيك ليه ابلكيشن على الاب ستور او جوجل بلاي. تقدر تمشي الكيو ار كود ده بنظام الكاميرا بتاعتك، يفتح لك على طول على الابلكيشن. ممكن تعمل سيرش عليه من خلال جوجل بلاي او الاب ستور. طيب احنا دلوقتي مجهزين 3 اسئله هنسالهم في الشات جي بي تي وكمان هنسالهم في الديب سيك. طيب اول سؤال معانا بنقول له ايه اخر تحديثات في عالم الذكاء الاصطناعي النهارده. فهناخد كوبي ونروح على الديب سيك ونقول له سيرش. هيبدأ بقى ان هو يدور. نسأل السؤال ده كمان في الشات جي بي تي ونشوف هيقول ايه بالظبط. طيب لو رجعنا هنا على الديب سيك هيقول لي ان انا عندي 50 ريزلت اهي. هيبدأ بقى ان هو يكتبهم لك هنا، وده اخر حاجة حتى تاريخ 15 فبراير 2025. ندخل على الشات جي بي تي هيقول لك اهو، يعني هنقول نفس النتيجة قريبة منه. طيب ندخل بقى في حاجة تانية اللي هي مسائل رياضية ونشوف الديب سيك هيعمل ايه. هنقول له خلاص كفاية كده، بس هنا اختار الديب سينك علشان يقدر يفكر بشكل اكتر. ونقول له سيرش، نقفل دي ونروح ناخد برضو نفس المعادلة دي ونحطها على تشات جي بي تي اهو. هنشوف شات جي بي تي هيدينا ايه. شات جي بي تي للأسف معرفش يحلها. نديله المسألة مرة تانية. ناخد المسألة بس، نقول له حل المعادلة دي. اداني نتيجة على طول. ولكن الديب سيك بص بيعمل ايه، بيديلك زي تحليل كامل عشان تفهم المسألة ماشية ازاي واتحلت ازاي. طيب انا دلوقتي لو رحت له في حكاية البرمجة مثلا قلت له اكتب لي كود بايثون يحسب متوسط، لو احنا حطيناه في الديب سيك هيعمل ايه والشات جي بي تي هيعمل ايه. طيب ادي في البايثون بالنسبة للشات جي بي تي ادي الكود اهو. لو رحنا على الديب سيك هيدينا ايه بالظبط. بيعمل زي السينك اهو علشان يقول لك انت هتشتغل ازاي في الكود ده. بعد كده هتلاقي ان الكود اتكتب لك وكمان بيديلك زي كل سطر بيرفير لايه بحيث ان انت تفهم الكود بيعمل ايه بالظبط. لكن الشات جي بي تي هو كتب لك 9 سطور ادي الكالكوليت اللي هو بيعمله. ولكن الديب سيك بص بقى، بص بيعمل ايه، كل حاجة بالشرح بتاعها وعامل زي تحليل كده بحيث يفهمك الدنيا ماشية ازاي وبيشرح لك الكود واحدة واحدة عكس الشات جي بي تي. بص ادي ده اللي عمله. فهنا هنقول ان الديب سيك افضل بكتير من الشات جي بي تي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عايزك تقولي بقى ايه رأيك في الديب سيك بعد ما جربناه. هل فعلا شايفه ممكن يكون مستقبل البحث ولا شايفه ان جوجل وشات جي بي تي لسه متفوقين عليه؟ اكتب لي في الكومنتات ومستني اعرف انهي واحد بتستخدمه اكتر. وكالعادة يا صديقي قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش بقى تعمل اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا. انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد.
سلام.